قصتنا بتبدأ مع شاب جدع شغال سواق على ميكروباص، ومعظم الناس عارفة عنه إن هو راجل جدع وبيتعامل مع الكل باحترام، بس بيقلب سوابق مع اللي بيجي على سكته. دخل الموقف عشان يحمل عربيته وبيقول لنفسه: يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم، استرها معانا يا رب. وقعد ينادي على الناس: اسكندرية. وفعلا حمل عربيته والناس كلها ركبت وبدأ يتحرك على الطريق. واللي جاي ده هو ده اللي حصل معاه بالحرف. على طريق مصر اسكندرية الصحراوي، الساعة وقتها كانت 11 بالليل، ووصل بالسلامة بالناس اللي كانت راكبة معاه لحد موقف محافظة اسكندرية. الساعة وقتها كانت حوالي 1:30 بالليل، والناس كلها نزلت والعربية بقت فاضية، وطلبت معاه يروح لمكان بيحب دايما يروح عنده، بس المكان ده بعيد عن الموقف شوية. علاء ماشي على الطريق ومبسوط ومندمج مع نفسه، وبيغني مع الأغاني اللي شغالة على التسجيل: يا عين يا ليل يا ليل يا عين، ودايس بنزين على الآخر وحاطط على الطريق. قال لنفسه: انت بقى توصل هناك يا لول وتاخد النقلة الجاية دي وحلوة بقى قوي على كده وتبقى جبرت. وفجأة مرة واحدة علاء بيبص في المراية اللي فوق راسه بيلمح راجل قاعد على آخر كنبة ورا خالص. علاء اتخض واتصدم، افتكر ان هو بيتهيأله عشان هو واثق ان مفيش حد معاه في العربية. رجع بص للمراية تاني، راجل كبير في السن وشكله غريب ويخض، بس الراجل نظراته هي اللي بتتكلم، هو ما بينطقش ولا كلمة. الراجل ساكت خالص وباصص لعلاء بس. قام علاء دايس فرامل مرة واحدة لحد ما تيل الفرامل صفر منه. علاء اتخض، قال: يا نهار اسود، انت مين يا جدع انت؟ وركبت معايا امتى؟ ده انا طالع من الموقف لوحدي. وباصص على العربية كذا مرة ومتأكد ان مفيش حد معايا. قام الراجل رد عليه: انا هنا من بدري يا اسطى علاء، بس انت اللي عينك على الطريق، كمل وخليك ماشي وما توقفش. علاء قال له: ماشي يا حاج، عشان انت راجل كبير بس مش هنزلك من عربيتي في وقت زي ده، بس انت يا حاج خضتني ببصتك ليا دي بصراحة. وبعدين يا حاج معلش يعني اعذرني، هو انت عرفت اسمي منين؟ قال له: شفته مكتوب على العربية من بره يا علاء، كمل سواقة وبلاش كلام كتير، ده احنا لسه مشوارنا طويل. قال له: بقول لك يا حاج، انت لو اتكلمت معايا كده تاني انا هنزلك على الطريق، انا مش شغال عندك يابا. وفجأة الطريق بدأ يتغير مع علاء، ومش هو ده المكان اللي هو رايحه اصلا. قال له: انت عملت ايه يا عمنا؟ انا بصراحة مش مرتاح لك من ساعة ما شفتك في المراية قدامي. الراجل مردش عليه، وفجأة تسجيل العربية بدأ يطلع في وش، وعلاء ابتدى يسمع صوت حد بيصرخ طالع من التسجيل. نفض ومهتمش، قال له: عاجبك كده؟ اهو التسجيل يا عم شكله اتلبس بسببك. علاء راح قافل التسجيل خالص. قال له: صحيح يا حاج، انا معايا تليفون زراير، ما معكش تليفون بتاتش في لوكيشن نمشي عليه؟ عشان الطريق ده مش مظبوط وانا مش مرتاح وحاسس ان احنا ماشيين غلط بقالنا كتير، وماشي بقالي ساعة ومش عارف اوصل للمكان اللي انا رايحه. لا ما معيش. وفجأة الجو اتقلب والدنيا بقت شبورة والمطرة اشتغلت، وعلاء ما بقاش شايف اي حاجة قدامه. الراجل قال له: بقول لك ايه يا علاء، ما تبص فوقيك كده. قال له: بص فين يا حاج؟ على فتحة السقف يا علاء. ايه ما شفتهاش قبل كده ولا ايه؟ علاء استغرب من كلامه، قال له: فتحة سقف ايه يا راجل يا طيب؟ دي عربية ميكروباص تويوتا وكمان موديل 2000، يا دوب توديني وتجيبني بالعافية. علاء ما اهتمش ساعتها بكلامه، واتفاجئ ان سقف العربية بينقط دم عليه. قام واقف على جنب بسرعة: انت حلال فيك يا راجل انت تتساب في الصحراء، انا غلطان اني عايز اكسب فيك ثواب واوصلك. نزل فتح باب العربية، ما لقاش الراجل، قعد يبص عليه ويدور عليه في العربية كلها، ما لقاش اي اثر ليه، كأنه كان شيطان على هيئة بني آدم. علاء جات له ساعتها حالة صدمة من اللي حصل معاه،
رجع ركب العربية تاني وبدأ يتحرك على الطريق. لقى تليفونه بيرن، ظهر إن أخته هي اللي بتتصل بيه عشان تطمن عليه. بيتكلم معاها وهو متوتر وقلقان. قالت له مال صوتك؟ في ايه يا علاء؟ حكالها كل اللي حصل معاه، وبيبص وراه بالصدفة وهو بيتكلم معاها بيلاقي كلام غريب مكتوب على السقف ومحفور بالدم. ما كانش واخد باله منه في الأول. علاء صرخ من المنظر والتليفون وقع من ايده والمكالمة لسه شغالة. قال ايه ده؟ يا نهار أبيض، أنا إيه اللي بيحصل معايا ده بس يا رب؟ بيبص في المراية لقى الراجل ده ظهر له تاني وقاعد على نفس الكرسي اللي كان قاعد عليه. قال له انت مين يا جدع انت؟ حرام عليك بقى اللي انت بتعمله معايا ده. انا على باب الله يا حاج وبجيب لقمتي وباكل عيش بالحلال. والتاني باصص له وقاعد يضحك على كلامه ورا. ومرة واحدة قال له انت موعود يا علاء، ودي اقل حاجة اقدر اعملها معاك. عارف ليه؟ عشان انت تستحق الموت بالطريقة دي، وكنت عايز تأذي ناس عزيزة عليك وانت عارفها كويس، بالدجل والشعوذة. فاكر يا علاء ولا نسيت؟ قال له فاكر، بس انت عرفت منين يا حاج؟ ده موضوع قديم وانا قفلته من زمان. الراجل ما ادالوش فرصة يكمل كلامه، وفجأة العربية اتقلبت بيه وما بقاش فيهم حتة سليمة، ولا هو ولا العربية. ودي كانت من أسوأ الحوادث اللي اتأيدت ضد مجهول. ربنا يرحم علاء وربنا يسترها على الجميع.